شارع الرشيد كل شيء كمل بيه الا شغله واحده. إنارة البنايات يعني ما شاء الله حرفيا تحفة فنية، ولأنها العصرية رجعت هاي الإنارة متوسطة الشارع على طوله. وهنا لازم نوجه تحية لمهندسين الإضاءة. بخمس مسارات، بمسارين للدراجات وبمسارين لمشاة السيارات وأيضا مسار للترام. والتأجير اكيد ما راح يفارق الشارع. جوا كل بناية اكو سندانة وهمين على طوله، ومن ضمنهن الجهنمية، الدفلة، الزعرور وغيرها. ولين الشارع التجاري لا سامح الله تجنبه الكل حريق. أول مرة بالعراق 5 صمامات إطفاء حرائق موجودة بهذا الشارع مثل هذا اللي قبالكم حاليا. وعرفوا وين تذبون مخلفاتكم. وهاي السندان اللي قبالكم حاليا مو حاوية حتى تذبون بها مخلفاتكم، وإنما تكرمون هنا بالحاوية تذبون مخلفاتكم، فحافظوا على نظافتها. أوكي؟ وواحدة من الشغلات الحلوة اللي ضمنها هذا الشارع ألا وهي ماكو أي تلوث بصري مثل الوايرات اللي إحنا نشوفها بحياتنا اليومية اللي تمد من بناية لبناية ثانية. وهسه عرفتوا شنو هاي الشغلة؟ كتبوها بالتعليقات. وبس.